يوم القيامة أسئلة عنيفة عن الذل. أنا حر يا أخي، أنا عايش في بلدي، بصلي الحمد لله، بصوم، مش دي أركان الإسلام، وبزكي وبطلع حج. أنا حر بقى أقعد أعيش زي ما أنا عايز، أنت مالك؟ فإذا بالقرآن في سورة النساء، ولو سمحتوا ابقوا اقروا المصاحف شوية، مش في رمضان بس، اقروا المصاحف. تأتي الملائكة على صحابة يصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويشهدون الشهادتين، لكن لحظة الوفاة تعالوا كنتوا عايشين أذلة ليه؟ بس بيحاسبوهم على الذل، بيحاسبوهم على عدم التمكين بس فقط. أركان الإسلام بيؤديها لكنه سايب الموضوع. قال له الكلام ده، قال فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين، كنا غلابة يا بيه، كنا مستضعفين في الأرض. قالوا لهم ولا ده ينفع، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وإذا بالقرآن يقول فأولئك مأواهم جهنم. جهنم إيه يا عمي؟ جهنم إيه؟ دول صحابة، دول صحابة بيؤدوا الأركان، تقول لي مأواهم جهنم وهم بيصلوا ويزكوا ويصوموا ويحجوا لمجرد أن يقبلوا تغول عدوهم عليهم. آدي الإسلام الذي لمس أمة فصنعها وأحياها. هذه رسالتنا اليوم، هذه رسالتنا اليوم. رسالتنا هي قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول من تضعضع. عارف تضعضع يعني ايه؟ واحد فقير واقف قدام غني فقاعد يفرك في ايده يا فندم، ومش قادر، عايز منه ياخد 10 جنيه اللي في جيبه، ياخد بقشيش حلو، يقول له خد اكل، خد الجلابية دي لابنك. يقول من تضعضع لغني لغناه، يعني بسبب غناه، رغبة في ما عنده من الغنى، من تضعضع لغني لغناه فقد ذهب ثلث دينه. تلتين الدين يطيروا في رعشة الذل يا إخواني، تلتين الدين يطيروا في رعشة الذل بين يدي العبد. فما بالك بمن يعيش أمام الأمريكي والإسرائيلي لا يرفع رأسا. ذلك هو ديننا وتلك هي رسالتنا. أسأل الله عز وجل أن يبلغ قلوبكم ما لم أستطع أن أصل إليه مما أريد لهذه القلوب، أن تحيا به من دين الله عز وجل.